بسم الله الرحمن الرحيم. أحمدك ربي حمدا كثيرا كما أمرت، وأصلي وأسلم على صفيك محمد خير من خلقت. نبدأ بتفسير سورة الفاتحة. سورة الفاتحة تتألف من البسملة ومن 3 فقرات. هذا التقسيم تقسيم تفسيري وليس تقسيما توقيفيا، وستتبين لنا حكمة هذا التفسير لاحقا إن شاء الله تعالى. الفقرة الأولى: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، تتألف من 3 آيات. الفقرة الثانية تتألف من آية واحدة: إياك نعبد وإياك نستعين. والفقرة الثالثة تتألف من آيتين: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة طبعا الاستعاذة وآمين ليستا من السورة إجماعا، يعني بإجماع الفقهاء ما خالف في هذا أحد. الفاتحة لها عدة تعريفات، يعني لها عدة مسميات، لعلها عدة أسماء، لأن الاسم يعرف بمسماه، لأن الاسم يحمل صفة مسماه فهو تعريف له. إذن تعريفات الفاتحة هي أسماء الفاتحة. قال ابن كثير: يقال لها الفاتحة فاتحة الكتاب، بها يفتح الكتاب خطا يعني كتابة، وبها تفتح القراءة في الصلاة، وتسمى أيضا أم الكتاب، وتسمى أيضا الشفاء. فاتحة الكتاب شفاء من كل سم كما ورد في الأثر. وتسمى الرقية لحديث أبي سعيد الخدري في صحيح البخاري حين رقى بها الرجل السليم يعني اللديغ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما يدريك أنها رقية. وسماها ابن عباس أساس القرآن، وأساسها بسم الله الرحمن الرحيم. وسماها سفيان بن عيينة بالواقية. ويقال لها الكافية لأنها تكفي عما عداها ولا يكفي ما عداها عنها. ولما ورد في بعض الآثار المرسلة أو الأحاديث المرسلة: أم الكتاب عوض من غيرها وليس من غيرها عوض عنها، أو بهذا المعنى: عوض مما عداها وليس مما عداها عوض عنها، بهذا المعنى. طبعا هي تتألف من 7 آيات. الخلاف فقط في البسملة، هي آية من الفاتحة أم أنها ليست آية من الفاتحة، هذا موضوع يعني خلافي بين العلماء. تتألف كما قال ابن كثير من 25 كلمة ومن 25 كلمة ومن 113 حرفا، وهي مكية. وتسمى أم الكتاب لأن معاني القرآن كلها اجتمعت في سورة الفاتحة، لأنها هذه السورة كل معاني القرآن وكل مقاصده تندرج تحت آياتها، تشمل جميع معاني القرآن العظيم. طبعا ورد في الفاتحة آثار كثيرة وأحاديث كثيرة، نجتزئ لكم شيئا منها نسوقه إلى أسماعكم. أخرج البخاري عن أبي سعيد بن المعلى قال: كنت أصلي فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أجبه حتى صليت، فأتيته فقال: ما منعك أن تأتيني؟ قلت: يا رسول الله إني كنت أصلي. قال: أولم يقل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم لأعلمنك أعظم سورة في القرآن
قبل أن تخرج من المسجد. قال فأخذ بيدي، فلما أراد أن يخرج من المسجد قلت يا رسول الله، قلت لأعلمنك أعظم سورة في القرآن. قال نعم، الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. وفي أثر مشابه عن أبي بن كعب قال فلما دنونا من الباب قلت أي رسول الله ما السورة التي وعدتني؟ قال ما تقرأ في الصلاة؟ قال فقرأت عليه القرآن. قال والذي نفسي بيده ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها هي السبع المثاني. وفي أثر عن عبد الله بن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا قال له ألا أخبرك يا عبد الله بن جابر بأخير سورة في القرآن؟ قلت بلى يا رسول الله. قال اقرأ الحمد لله رب العالمين حتى تختمها. طبعا ابن كثير قال أن العلماء استدلوا من هذا الأثر على تفاضل بعض سور القرآن وآياته على بعض، وفريق من العلماء، طبعا هذا الكلام محكي عن كثير من العلماء، وفريق من العلماء قالوا لا تفاضل بين سور القرآن وآياته، لأن الجميع كلام الله، ولأن التفاضل قد يوهم بأن المفضل عليه ناقص وإن كان الكل فاضلا. أقول هذا المحذور نراعيه، ولكن المفاضلة واردة في النص فلا داعي لإنكارها مع مراعاة هذا المحذور. وأخرج البخاري في صحيحه عن أبي سعيد الخدري قال كنا في سير لنا فنزلنا فجاءت جارية فقالت إن سيد الحي سليم يعني لديغ، وإن قومنا غيب يعني مش موجودين، فهل منكم راق؟ فقام معها رجل لم نكن نأبنه برقية، يعني لم نكن نعرفه برقية، فرقاه فبرأ، فأمر له ب30 شاة وسقانا لبنا. فلما رجع قلنا له أكنت تحسن الرقية أم كنت ترقي؟ قال لا، ما رقيت إلا بأم الكتاب. قالوا لا تحدثوا شيئا حتى نأتي أو نسأل النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قدموا المدينة ذكروه لرسول الله، قال ذكرناه لرسول الله أو للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال وما كان يدريه أنها رقية؟ اقسموا واضربوا لي بسهم، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم أقره أن الفاتحة رقية، ولكنه تعجب كيف علم هذا الرجل أن الفاتحة رقية. وفي أثر عن ابن عباس قال بينما رسول الله وعنده جبريل إذ سمع نقيضا من السماء يعني صوتا، فرفع جبريل بصره إلى السماء، قال هذا باب قد فتح من السماء ما فتح قط، فنزل منه ملك فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، ما لم تقرأ منهما حرفا أو حرفا منهما إلا أعطيته. وفي الحديث المروي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى صلاة لم يقرأ بها بفاتحة الكتاب فهي خداج، قالها 3 غير تمام. قيل لأبي هريرة إنا نكون خلف الإمام، قال اقرأ بها في نفسك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال الله
مجدني عبدي، وقال مرة فوض إلي عبدي. وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. قلت في سؤال سامعي الحديث أبا هريرة وفي جواب يعني إن نكون خلف الإمام وفي جواب أبي هريرة اقرأ بها في نفسك، هذا فيه دلالة على أنه كان مشهورا في جيل الصحابة أن القراءة خلف الإمام كانت لها أحكامها الخاصة. وهذا أقول قد يستأنس به أو يستأنس به، ولا أقول يعني من باب القطع والجزم، ولكن يستأنس به لمذهب أبي حنيفة أو لمذهب الأحناف، إذ لا يقرؤون وراء الإمام شيئا من القرآن، فقط من باب الإيناس. الفاتحة هي مقدمة القرآن، لذلك اشتملت على جميع معاني القرآن ومقاصده. فالقرآن دعوة إلى العقيدة وإلى العبادة وإلى مناهج الحياة، والفاتحة بدأت بذكر العقائد، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، هذه عقيدة، وثنت بذكر العبادة إياك نعبد وإياك نستعين، وثلثت بمناهج الحياة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. طبعا العقيدة في الإسلام لها مقتضياتها ولها آثارها، وليست مجرد فكرة ينطقها يعني يقولها الإنسان أو يحملها الإنسان، هي تقتضي عملا. دائما العقيدة الصحيحة تكون مقرونة بالعمل الصحيح المشروع، وتقتضي عبادة وتقتضي معرفة لله، لأن العبادة بلا معرفة لله لا قيمة لها، لأن الله لا يعبد إلا بما شرع أن يعبد. يعني العبادة ليست شيئا يخترعه الإنسان من عندياته ومن بنيات أفكاره، وإنما هي يعني يعبد الله بما شرع أن يعبد. من لا يعرف الله لا يعرف يعبده. والفاتحة عرفتنا على صفات الله وعلى الله في أولها وفي منتصفها وفي آخرها. وأساس العقيدة الإيمان بالله واليوم الآخر، هذا ذكرته الفاتحة، رب العالمين مالك يوم الدين. وأساس العبادة الإخلاص لله، وهذا يتبين لنا في قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، قدم الضمير إياك على الفعل نعبد وعلى الفعل نستعين، وفي هذا إشعار بالإخلاص، أي نعبدك وحدك، نخلص لك العبادة ولا نعبد معك إلها غيرك. هذا أساس العبادة. طيب، وأساس الصراط المستقيم، ما هو أساس الصراط المستقيم والسير على الصراط المستقيم؟ وأساس الاهتداء هو أن نتخذ النبيين والصديقين والشهداء والصالحين قدوة لنا، الاقتداء بهم. وأساس الانحراف هو اتباع طريق الذين غضب الله عليهم وطريق الضالين، أليس كذلك؟ ونلاحظ هنا أن السورة بدأت بذكر الحقيقي بالحمد الذي هو الله تبارك وتعالى. وهنا تبين لنا قيمة هذا التقسيم، يعني انظروا إلى هذا التقسيم كيف أتى على التسلسل وعلى الترتيب تماما كما يعني ذكرناه في صدر هذا الدرس أو هذا اللقاء. هذا يعني يدل على التسلسل الرائع القرآني في سورة الفاتحة. إذن بدأت الفاتحة بذكر الحقيقي بالحمد الذي هو الله تبارك وتعالى، ووصفته بصفاته العظام، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، وصفته بصفاته العظام. فتعلق العلم، انتبهوا إلى الكلام، فتعلق العلم بمعلوم حقيق بالخضوع وبالعبادة وبالسؤال وبالاستعانة في المهمات، الذي هو الله تبارك وتعالى. الآن
بعد أن استحضر المسلم هذا كله في قلبه وعلم هذه الصفات ووصف الله بصفاته العظام، الآن يأتي الكلام إياك نعبد وإياك نستعين، يعني يا من هذه صفاته، يا صاحب هذه الصفات، نعبدك ولا نعبد غيرك، ونطلب المعونة منك ولا نطلبه من غيرك. السين هنا في نستعين للطلب، نطلب العون منك وحدك ولا نطلبه من غيرك. طيب، بعد ذلك اهدنا الصراط المستقيم، وكأنه سألهم عن ماهية العون الذي يريدونه، فكان الجواب اهدنا الصراط المستقيم إنه الهداية. كان الجواب اهدنا الصراط المستقيم، يعني ماهية العون الذي يريدونه هو الهداية. اهدنا الصراط المستقيم، الصراط هو الطريق، والمستقيم هو الذي لا عوج فيه. صراط الذين أنعمت عليهم، انتبهوا إلى تكرير كلمة صراط في الآية السادسة وفي الآية السابعة، كرر كلمة صراط، صراط الذين أنعمت عليهم. لماذا كرر كلمة صراط هنا؟ كررها ليؤكد ويكرر أن صراط المسلمين هو الصراط الصحيح الذي يرضاه الله للناس، يريد أن يؤكد هذا المعنى، فكرر كلمة الصراط، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. الذين أنعمت عليهم، هناك أثر يعني عن عدي بن حاتم أن الذين، أو قبل ذلك نقول صراط الذين أنعمت عليهم، هذه نأخذها من قوله تعالى فأولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين والشهداء وحسن أولئك رفيقا. شوفوا كيف القرآن يفسر بعضه بعضا، وأعظم تفسير للقرآن هو تفسير القرآن بالقرآن. لذلك يعني نحن نعتمد كثيرا على أقوال ابن كثير، لأن ابن كثير رحمه الله كان يفسر القرآن بالقرآن، وهذا أعظم تفسير للقرآن. إذن من هم الذين أنعم الله عليهم؟ عرفهم في آية أخرى، فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا. وحسن أولئك رفيقا. نعم، إذن نريد أن نتبع صراط الذين أنعم الله عليهم. إذن لاتباع صراط الله عز وجل، لاتباع الصراط المستقيم، هذا له مظهران. المظهر الأول أن نتبع صراط الذين أنعم الله عليهم وأن نقتدي بهم. المظهر الثاني أن نتنكب، يعني نحيد عن ونبتعد عن صراط المغضوب عليهم وعن صراط الضالين. ويعني بعض أو كثير من المسلمين لا يهتمون إلى هذا، لا ينتبهون إلى هذه المعاني عندما يقرؤون القرآن. منهم من يعلم أن عليه أن يقتدي بصراط الذين أنعم الله عليهم، أو أن يقتدي بالذين أنعم الله عليهم، تمام، ولكنه ينسى ولا يفطن إلى أنه عليه أيضا في نفس الوقت أن يتنكب، يعني يبتعد ويحيد عن صراط المغضوب عليهم وعن صراط الضالين. إذن عندما يقرأ المسلم القرآن عليه أن يفطن للمعنيين وأن يسير على أساسهما. إذن المعنى الأول أو المظهر الأول من مظهر السير في الصراط المستقيم هو ماذا؟ إذن اتخاذ الصالحين والشهداء والنبيين قدوة، وأهل الصلاح والأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. المظهر الثاني تنكب صراط الذين غضب الله عليهم وصراط الضالين، يعني الابتعاد والحيد عن صراط المغضوب عليهم وعن صراط الضالين، حتى تتحقق للمسلم هذه المعاني، وحتى يسلم المسلم من غضب الله، وأن يسلم أن يكون من الضالين، وتتحقق له نعمة الله تبارك وتعالى كاملة. الآن نحاول أن نفسر الفاتحة تفسيرا حرفيا بعد استحضار هذه المعاني. طبعا قبل ذلك نذكر بأن من المعاني العظيمة في الإسلام لزوم الجماعة، أن تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. من خلع أو من حاد عن الجماعة، من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. والخطاب في الفاتحة خطاب جماعي ليرسخ معنى الجماعة في صدر المسلم، يرسخ معنى الجماعة في صدر المسلم. قال إياك نعبد ولم يقل إياك أعبد، وقال وإياك نستعين ولم يقل إياك أستعين. إذن التربية الإسلامية قائمة على الجماعة، والمسلم إنما هو جزء من كل، الذي هو إيش؟ الجماعة. فهنا تشديد وتأكيد على مفهوم الجماعة وأهمية الجماعة
في الإسلام الذئب يأكل من الغنم القاصية، أليس كذلك؟ ففي الوحدة وفي الجماعة خير وبركة كثيرة من الله تبارك وتعالى. الآن بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله، عندما تقول بسم الله ماذا تقصد؟ نضرب مثلا، قبل أن تأكل تقول بسم الله، يعني بسم الله آكل، لأن ما بعد البسملة مأكول، أو ما بعد البسملة ماذا؟ مأكول، فتقول بسم الله آكل بهذا المعنى يعني. طيب عندما تعمد إلى ذبح ذبيحتك أو عد الذبيحة في عيد الأضحى تقول بسم الله الله أكبر، بسم الله أذبح، لأن ما بعد التسمية مذبوح، هنا نفس المعنى. بسم الله، بسم الله أقرأ أو بسم الله أتلو، لأن ما بعد التسمية متلو أو مقروء. لذلك نستخلص قاعدة من هذا الكلام، وهي أن الفعل يضمر إذا كانت التسمية مبدأ له. يضمر الفعل إذا كانت التسمية مبدأ له. طبعا المعنى المتحقق أقرأ متبركا بسم الله، أقرأ متبركا بسم الله. طب الله، الإله كلمة تطلق على المعبود بحق وعلى المعبود بباطل، ولكنها غلبت على المعبود بحق. ما معنى غلبت على المعبود بحق؟ يعني أصبحت في الغالب تطلق على المعبود بحق، وقليلا ما تطلق على المعبود بباطل. الله الإله، إذن كلمة الإله. طب الله هذه لا تطلق إلا على المعبود بحق، لا تطلق إلا على المعبود بحق. طبعا الله اسم وليس صفة كما يتوهم البعض. لماذا هو اسم وليس صفة؟ لأننا نصفه ولا نصف به. عمرك شفت صفة اسمها الله؟ لا، هو نصف به، نقول الله رب العالمين، الله الرحمن، الله الرحيم، الله مالك يوم الدين، الله القادر، هكذا، أليس كذلك؟ فإذن هي إيش؟ هو اسم وليس صفة، لأننا نصفه ولا نصف به، ولا بد لصفات الله من موصوف تجري عليه، وهو اسم الله تبارك وتعالى، اسم الله عز وجل. إذن بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم هذا يعني هاتان صفتان أو اسمان يدلان على رحمة الله تبارك وتعالى التي هي ظاهرة في نعمه. فانظر إلى آثار رحمة الله، هذه يعني نعم الله هي من آثار رحمته تبارك وتعالى. ولكن قالوا في الرحمن من المبالغة ما ليس في الرحيم. طيب ما معنى في الرحمن مبالغة ما ليس في الرحيم؟ قالوا لأن الزيادة في المبنى تدل على زيادة في المعنى. طيب الرحمن 6 أحرف والرحيم 6 أحرف، أين الزيادة في المبنى؟ قال لك دير بالك، الرحمن فيها ألف تلفظ ولا تكتب، إذن هي الزيادة في المبنى اللفظي. إذن الرحمن في مبناها اللفظي تزيد على كلمة الرحيم، فيها حرف زائد، فيها 7 أحرف من ناحية المبنى اللفظي. لذلك قالوا في الرحمن من المبالغة ما ليس في الرحيم. واضح الكلام؟ تمام. وقالوا الرحمن خاصة بالله تبارك وتعالى ولا تطلق إلا على الله سبحانه وتعالى. الرحيم قد تطلق على غير الله عز وجل. وقالوا الرحيم تشمل المؤمن والكافر، الرحمن تشمل المؤمن والكافر، الرحيم فقط للمؤمنين. أخذوا هذا من قوله تعالى هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما، منها أخذوها. شوفوا كيف القرآن يفسر بعضه البعض. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب الحمد لله، ما هو الحمد؟ الحمد هو الوصف بالجميل، كما قال أهل التفسير الوصف بالجميل على جهة التفضيل، هذا هو الحمد. والحمد شعبة من شعب الشكر. قالوا الحمد يكون باللسان والقلب والجوارح، بينما الشكر يكون باللسان والقلب والجوارح، بينما الحمد يكون باللسان فقط. إذن الحمد شعبة من شعب الشكر. طيب ما هو نقيض الحمد؟ ما هو نقيض الحمد؟ نقيض الحمد الذم. طب ما هو نقيض الشكر؟ نقيض الشكر الكفران، فلا كفران لسعيه، الكفران هو نقيض الشكر. إذن الحمد لله رب العالمين. طيب كيف يستحق الحمد؟ إنما يستحق الحمد
بكمال الصفات وكمال الذات والأفعال، يستحق الحمد بكمال الذات وكمال الصفات والأفعال، أو بالنعم، بكثرة الإنعام، كثرة النعم. طيب، والله تبارك وتعالى لا أكمل من ذاته ولا صفاته ولا أفعاله جل في علاه. والله تبارك وتعالى كل نعم منه إما بالواسطة وإما مباشرة، إذن له الحمد كله لله تبارك وتعالى. إذن الحمد لله رب العالمين. رب العالمين ما هو الرب؟ الرب هو المالك والمربي. لذلك يعني منه قول صفوان بن أمية قال: لأن يربني رجل من قريش خير لي أو أحب إلي من أن يربني رجل من هوازن. ما معنى أن يربني رجل من قريش أحب إلي من أن يربني رجل من هوازن؟ يعني أن يملكني، مش قلنا الرب المالك، أن يملكني رجل من قريش أحب إلي من أن يملكني رجل من هوازن. والواسطي لما شرح أو فسر كلمة الرب قال، انتبهوا الآن ماذا قال؟ قال: هو الخالق ابتداءً والمربي غذاء والغافر انتهاء، وهو اسم الله الأعظم. إذن الحمد لله رب العالمين. العالمين، ما معنى العالمين؟ العالمين من العالم، والعالم كل ما سوى الله، لأنه خلق لله، والعالم علم على وجود الخالق، أو علم على وجود ربنا تبارك وتعالى، لأن الخالق إنما يعرف بخلقه. كيف يعرف الخالق؟ بخلقه، بآثاره، وخلقه من آثاره. إذن إنما يعرف الخالق بخلقه، والعالمين هي كل ما سوى الله تبارك وتعالى. الرحمن الرحيم هذه مر ذكرها. مالك يوم الدين، يوم الدين هو يوم الجزاء. لذلك قالوا: كما تدين تدان. ما معنى كما تدين تدان؟ كما تفعل تجازى، كما تفعل تجازى.